قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعوا لفلسطين والسودان ولبنان ان ربنا ينصرهم. النهاردة هنزور مع بعض مدينة جميلة وهادية بس مظلومة سياحيا، عاصمة جنوب سيناء، مدينة طور سيناء. مدينة الطور تقع على خليج السويس قبل شرم الشيخ بحوالي 100 كيلو. بدأنا اليوم بأشهر مكان في الطور كلها وهو حمام موسى. حمام موسى هو عبارة عن عيون كبريتية نازلة من الجبل، وبيقولوا إن ليها فوايد للجلد والعظم. يقال إن بعد ما سيدنا موسى عدى البحر مع بني إسرائيل في اتجاه الشام ودخلوا سينا، قعدوا في الطور 3 أيام وما كانوش لاقيين مية غير عين مية مرة. فربنا أمر سيدنا موسى إنه يضرب المية بعصايته، فربنا خلى المية تتحول تبقى عذبة وشربوا وقتها منها. المكان هادي قوي وجميل ومليان نخل، ويعتبر من أهم خروجات أهل مدينة الطور. وتذكرة المكان ب10 جنيه بس. عمنا شوية وبعدين طلعنا الجبل اللي قدامه، وكان المنظر من فوق تحفة. الطريق من حمام موسى لمدينة الطور نضيف وجميل قوي، وعاملين زي ممشى كده وقعدات. عدينا في طريقنا لكورنيش الطور على الجدرية الجميلة دي. عاملين جدارية لل9 مدن الرئيسية لجنوب سيناء، وصورة لكل معلم في كل مدينة، اللي هم سانت كاترين وده دير سانت كاترين، ودي مدينة طابة، وحاطين صورة قلعة صلاح الدين في جزيرة فرعون، وبعد كده نويبع وشاطئ الريف، ودي دهب وحاطين صورة لجبل الطويلات، ودي طبعا شرم الشيخ مدينة السلام، ودي مدينة الطور، وطبعا الصورة دي لحمام موسى اللي كنا فيه من شوية، ودي مدينة أبورديس، والصورة لدير ال7 بنات اللي في طريق وادي فيران، ودي مدينة أبو زنيمة وحاطين صورة لحمام فرعون، وأخيرا راس سدر وقلعة الجندي اللي كانت بتستخدم في حماية طريق الحج. وإن شاء الله نبقى نزور كل الأماكن دي مع بعض في وقت ما. هوريكم دلوقتي بسرعة على خريطة أماكن المدن دي وبعد كده نكمل جولتنا. أول مدينة في جنوب سيناء على خليج السويس هي راس سدر، ودي فيها قرى سياحية كتير. بعد كده أبو زنيمة وبورديس، ودول مشهورين باستخراج البترول. بعد كده الطور، ودي عاصمة جنوب سيناء. وبعدين في النص بين خليج السويس وخليج العقبة تيجي شرم الشيخ، أكبر مدن جنوب سيناء. وبعدين على خليج العقبة دهب، ثم نويبع، ثم طابة، ودول طبعا مشهورين بالغوص والشعاب المرجانية والسمك. وفي النص سانت كاترين اللي فيها أعلى جبل في مصر. نكمل جولتنا. عدينا بعد كده على مكان اسمه مقصد العائلة، وده مكان فيه كافيهات ومطاعم لذيذة، وأكيد بيكون زحمة والناس بتيجي تقعد فيه بالليل. رحنا بعد كده الشاطئ العام على خليج السويس. ومدينة الطور مميزة بأنها معظم الوقت بيكون فيها رياح شديدة، فبيكون البحر النزول فيه خطر. فقعدنا شوية واتفرجنا على المنظر، وبعد كده اتجهنا للكورنيش. وصلنا كورنيش الطور أو ممشى أهل مصر، وده على خليج صغير كده جوه الطور، بتكون المياه فيه هادية والنزول فيها لطيف. قعدنا على الشط في مكان اسمه الفنار، كرسي ب10 جنيه. وأجمل حاجة في الطور إن أسعارها في الحنين مش زي شرم أو دهب، وده لأنها مش سياحية أوي. مشينا على الكورنيش شوية وقت المغرب، والغروب كان تحفة مع منظر الجبال. نزلنا منطقة المنشية القديمة وتمشينا شوية، وعدينا على مسجد كبير في الطور اسمه الحق المبين. رحنا اتغدينا في مطعم اسمه مندي جبل الطور، والمندي بتاعه كان حلو أوي وأسعاره كويسة. واحنا ماشيين شفنا جامعة الملك سلمان اللي ليها فروع في الطور وشرم الشيخ وراس سدر. وبكده تكون جولتنا في مدينة طور سينا خلصت.
متنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك، واشوفكم الفيديو الجاي من مكان جديد ان شاء الله.